الحياة قصيرة ومعظم الناس عايشينها كأن عندهم وقت لا نهائي، بس الحقيقة إن الإنسان العادي بيعيش تقريبا 25,000 يوم، ولو عندك 30 سنة فأنت استهلكت بالفعل 11,000 يوم من حياتك، والأيام اللي راحت مش ترجع تاني. أكتر كدبة ممكن نسمعها إننا بنقول دايما لازم أعمل كذا في يوم من الأيام، لكن الحقيقة إن اليوم ده ممكن ما يجيش أبدا. في الدقايق اللي جاية هتعرف استراتيجيات قوية تخلي لوقتك قيمة حقيقية، مش بس عن طريق تنظيمه ولكن عن طريق الاستمتاع بيه للآخر في قهوتك اللذيذة أو مشروبك اللي انت بتحبه. ويلا نبدأ. عزيزي المشاهد الجميل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في حلقة جديدة من رتب أفكارك. عشان تخلي لوقتك قيمة وتستمتع بيه للآخر محتاج تبص نظرة أعمق للحياة نفسها وتعرف إزاي تعيشها بجد. وأول حاجة هتساعدك في ده إنك تقلل الضوضاء وتخليك واثق في صوتك الداخلي. أكتر حاجة بتقتل إمكانياتك هي الدوشة اللي بتسرق تركيزك في كل لحظة. زي ما قالت أوبرا وينفري، اسمع لصوتك الداخلي لأنه عارف أنت عاوز تبقى إيه. بص معايا على يومك العادي، كل ثانية بتتعرض فيها لضغط الآراء. السوشيال ميديا بتقولك تبقى مين، والإعلانات بتحدد رغباتك. حتى أهلك وأصحابك ورغم نواياهم الطيبة إلى إنهم بيفرضوا توقعاتهم عليك. كل ده بيخليك تفقد الاتصال بأهم صوت في حياتك وهو صوتك الداخلي، وبيخليك تقارن نفسك بناس شكلهم فاهمين في كل حاجة في اليوتيوب والإنستجرام، وتضيع ساعات بتتفرج عليهم، وبدل ما تحس بالإلهام تحس بالعجز وإنك مستحيل توصل لمستواهم. أحب أطمنك وأقول لك أنا كنت زيك يا صديقي العسل، واللي غير ده بدأت أخصص وقت مقدس لنفسي كل يوم، من غير موبايل، من غير السوشيال ميديا، أنا وأفكاري وبس. في الأول حسيت بعدم راحة وكأن دماغي مش واثقة في نفسها، لكن مع الوقت بدأت أسأل نفسي الأسئلة الصح، زي عاوز إيه فعلا في حياتي؟ إيه الحاجة اللي بحبها بجد؟ وإيه الحاجة اللي بعملها عشان أفيد الناس؟ الإجابات ما كانتش دايما سهلة ولكنها كانت دايما واضحة، والأول مرة كان عندي اتجاه واضح، ودي كانت البذرة اللي خرجت منها قناة رتب أفكارك. ابدأ من بكرة خصص ساعة من غير موبايل، من غير مدخلات خارجية، بس انت وكشكولك واسئله صريحه. الحاجه البسيطه دي هتفتح لك مستوى من التركيز والوضوح عمرك ما كنت متخيله. الخطوه الثانيه، حدد الطريق. بعد ما تشيل الضوضاء جه الوقت انك تحدد اتجاهك، وهنا بيقع اغلب الناس بيحاولوا يعملوا كل حاجه في نفس الوقت، وانا كنت واحد منهم. كنت عاوز اظبط فلوسي واحسن صحتي وابدا مشروعي واطور علاقاتي، كل ده مع بعضه، والنتيجه ما عملتش اي حاجة منه، وده لاني كنت مشتت تماما. اللي غير حياتي كانت فكرة بسيطة، التركيز. التركيز هو اللي بيخلق القوة. لما تركز مجهودك على هدف واضح محدش هيقدر يوقفك. في 2022 قررت اركز على مشروعي. ما حددتش هدف عام زي اني عاوز اكسب فلوس اكتر، لا، حطيت هدف واضح اني اوصل لاول عميل، ومن هنا بدأت. حددت الخطة اللي همشي عليها، وعدد العملاء اللي عاوز اوصل لهم، ونوع الخدمات اللي هقدمها. وبسبب اني ركزت على هدف واحد حصل تغيير مش طبيعي. بنيت التزام وانضباط في كل جوانب حياتي. لياقتي اتحسنت لاني كنت محتاج طاقة. علاقاتي بقت اقوى لاني بقيت واثق في نفسي. وهنا يجي التحدي بتاعك. اختار جانب واحد في حياتك تتحكم فيه خلال 2025. عاوز تركز على الصحة ولا الشغل ولا التطور الشخصي؟ حدد بالظبط هدفك لحد 31 ديسمبر 2025، ومش بس تكتبه، لا، تخيله كمان. احساسك بتحقيقه هو اللي هيكون بوصلتك خلال السنة. الخطوة الثالثة، اشتغل بدون توقف. دلوقتي حددت مسارك. هنا بيفشل معظم الناس دايما بتستنى الوقت المناسب عشان تبدأ. بيفكروا كتير وبيقنعوا نفسهم انهم لسه محتاجين معلومات زيادة، بس الحقيقة عمر ما هيكون فيه وقت مثالي. الطريقة الوحيدة لبناء التقدم هي انك تبدأ وتتحرك. لما بدأت مشروعي كنت تايه تماما. موقعي الإلكتروني كان سيء جدا، وعرضي للعملاء كان ضعيف، وكنت حاسس ان انا محتال. بس ده ما كانش مبرر اني اوقف. بعت اول ايميل وقدمت اول عرض
وبدأت أتكلم مع الناس. في البداية الموضوع كان عشوائي بس اشتغل. ابدأ النهاردة، لو هدفك اللياقة امشي 10 دقايق بس. لو عاوز مشروعك يكبر كلم أول عميل محتمل. مش لازم تكون كل حاجة مثالية، المهم إنك تبدأ. الخطوة الرابعة بناء التقدم بالاستمرارية. الناس مفكرة إن النجاح بيجي من خطوات ضخمة، لكن الحقيقة إن العادات البسيطة المتكررة هي اللي بتخلق النتائج الكبيرة. لما بدأت رحلتي في اللياقة البدنية ما غيرتش كل حاجة فجأة، بس التزمت 10 دقايق تمرين كل يوم مهما حصل. في أيام كنت حاسس بالقوة، وفي أيام كنت بجرجر نفسي بالعافية، لكني ما كنتش بفوت ولا يوم. بعد 6 شهور النتائج كانت واضحة، مش بس في جسمي، لأ في تفكيري كمان. طيب دلوقتي انت ازاي تطبق ده؟ فكر معايا كده، كم مرة حددت هدف وبدأت بحماس وبعد أسبوع أو 2 استسلمت؟ وقتها حسيت بإيه؟ ممكن إحباط وخيبة أمل في نفسك، ده أكيد. بس تخيل معايا لو حطيت هدف والتزمت بيه 30 يوم بس، حتى لو ما وصلتش لهدفك النهائي آخر الشهر، على الأقل تثبت لنفسك إنك تقدر تكون ثابت ومستمر، وده في حد ذاته هيغير كل قواعد اللعبة. الثبات والاستمرارية قوة خارقة مش عند كل الناس، أغلبهم بيبدأوا وبعد كده يوقفوا ويرجعوا يكملوا تاني وهكذا. بس انت لو اتقنت فن الاستمرارية مهما حصل هتكون مختلف عن 99% من الناس. هتبقى شخص لا بيستسلمش، وده الشخص اللي بينجح في النهاية. خليك صادق مع نفسك، اكيد في ايام هتيجي عليك هتكون مش حاسس فيها بالحماس، وايام تعبان ومحبط. ساعتها هتتصرف ازاي؟ عشان تعدي المأزق ده خلي الالتزام سهل على نفسك. لو بتحاول تبني عادة تمرين، بدل ما تحط هدف كبير حط 5 أو 10 دقايق تمرين بس. ممكن يكونوا 5 أو 10 دقايق تمرين رقم صغير، بس خليك فاكر في ايام هتيجي عليك مش قادر فيها تتحرك، ولان الهدف بسيط وصغير وسهل على نفسك هتقوم وتعمله، ومجرد ما تبدأ هتكمل تلقائي. خد بالك من الحيلة دي، خليك بسيط ومستمر، مش لازم الكمال، المهم الاستمرار. الخطوة الخامسة حافظ على طاقتك. كل جانب في حياتك يا اما بيتحسن يا اما بيعاني، وده بيعتمد على حالتك الصحية. فكر فيها كده، تحب يكون عندك 8 ساعات مليانين طاقة وحيوية، ولا 12 ساعة كلها تعب وإرهاق؟ مستويات طاقتك أهم بكتير من وقتك نفسه، والنوم مش مجرد راحة، ده القوة العظمى لعقلك، ومن غيره قراراتك هتبقى بنفس سوء قرارات الشخص اللي مش واعي. كل حاجة بتعتمد على إن عقلك يكون شغال بأفضل حالاته. في حاجة محدش بيتكلم عنها، وهي إن أنت مش شخص واحد، انت شخصين مختلفين، شخص الصبح وشخص بالليل. الصبح بتخطط، وبالليل المفروض تتابع وتنفذ. ما تخليش الصبح يسرق منك اليوم. لو عاوز تكسر الدنيا وتحقق نجاحات، ابدأ بحركة بسيطة. كل ما تحس نفسك عندك خمول او تعبان قوم وتحرك. 10 عدات ضغط هنا، 5 دقايق تمدد هناك، مشوار بسيط لحد النقطة التانية وترجع. الحركات الصغيرة تتراكم وبتفرق جدا. جسمك مش معمول انه يقعد 8 ساعات على الكرسي، جسمك معمول انه يتحرك. وما تنساش ان الحركة بتولد الوضوح. لو عندك مشكلة في موضوع معين، لو حاسس انك متعطل في مشكلة، قوم وتحرك، هتلاقي الحل جالك على طول. الخطوة السادسة التعلم والنمو. عاوز تتعلم اي حاجة اسرع، علمها لحد تاني. ده تأثير المعلم. لما تشرح حاجة لحد تاني مخك بيضطر يفهمها بشكل أعمق. بس ممكن تقول إن أنت مش مستعد تعلم أي حاجة لحد تاني، وده بالظبط السبب اللي بيخليك تبدأ تتعلم. المعاناة بتخليك معلم أقوى من أحسن خبير. طب ليه؟ لأنك لسه فاكر كل الحاجات اللي كانت بتلخبطك، وده بيساعدك توضحها لغيرك بطريقة أفضل. ودي خدعة سرية للتعلم. هدية مني ليك صديقي العسل، اقرأ السير الذاتية. طب ليه؟ لأن كل سيرة ذاتية هتديك عمر من الخبرات في ساعات قليلة. عاوز تجنب الأخطاء اللي لسه بتقع فيها، اتعلم من اللي وقعوا فيها فعلا بدل ما تكررها بنفسك. مشكلة ناس كتير إنها بتحاول تكون شاطرة في كل حاجة، لكن الأذكياء بيبقوا فاهمين في حاجات معينة، وده بيسمى الهواية المتعمدة. بمعنى تاني ادي العيش لخبازه. الحركة دي
بتخلي عقلك مرن وبتحافظ على التواضع بتاعك بدل ما تحس انك لازم تعرف كل حاجة عن كل حاجة. القيود مش عدوك، دي قوتك العظمى. وقتك محدود ممتاز، ده هيخليك تركز على الأهم. فلوسك قليلة، دي حاجة عظيمة هتخليك تلاقي حلول إبداعية. مواردك محدودة، أحسن هتتعلم تستخدم اللي عندك بأفضل طريقة. الوقوف مش فشل، الوقوف الذكي بيفتح لك مجال لفرص أفضل. سيب بسرعة أي حاجة مش بتخدمك وكمل طريقك بتركيز. الفكرة مش إنك تلاقي وقت زيادة، المهم إنك تخلي وقتك ليه معنى. كل مبدأ اتكلمنا عنه ليه علاقة باللي قبله، كله بيشتغل مع بعضه عشان يخلق لك حياة تستحق تعيشها. خليك فاكر الوقت كده كده هيعدي، سواء استغليته بحكمة أو لأ. عاداتك بتساوي أيامك، وأيامك بتساوي سنينك، وسنينك هي اللي بتحدد حياتك. خد فكرة واحدة وجرب تطورها وخليك متمكن منها. وخليك فاكر إن أفضل وقت تعيش فيه حياتك هو النهاردة، مش يوما ما. طالما وصلت معايا لحد هنا فأكيد المحتوى فرق معاك، وده معناه ان الفيديوهات التانية على القناة هتكون بنفس القوة وهتفيدك اكتر. فما تضيعش الفرصة في انك تشوف الحلقات اللي فاتت، تستنى الحلقات اللي جاية، تكتبها في الكومنتات ايه الخطوات الصغيرة اللي ناوي تاخدها. ما تبخلش بالفايدة، وشارك الفيديو مع معارفك واصحابك لعلهم يستفيدوا. ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناة. اللايك والشير بيفرقوا معانا، بس الاهم انك تطبق اللي سمعته في فيديو النهاردة. واشوفك الفيديو اللي جاي، وخليك مكمل.